انا جيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وان شاء الله تكونوا بخير. لما بتتنقل من تاون هول لتاون هول جديد، بتشوف معظم الناس بتنقسم لثلاث اقسام. منهم الناس اللي بتحاول ترقي الدفاعات القديمة قبل ما تنزل دفاعات جديدة، ومنهم الناس اللي بتهتم بمجال الانتقال من تاون هول لتاون هول جديد وتنزل الدفاعات الجديدة والفخاخ وتطور الجنود او تنزل الجنود الجديدة الاول، ولو في ملك كمان بتنزله. وفي ناس تالتة خالص بتحاول ان هي تهتم بترقية السور طبعا لمنظره. كل واحد وليه طريقته. بس يا ترى، وهو الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة، هل يفضل انك ترقي السور في بداية الانتقال ولا لا؟ خلونا بس كده قبل ما نكمل الفيديو نصلي على سيدنا محمد افضل الخلق عليه افضل الصلاة والسلام، وتذكر الله فألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين تشترك في القناة وتفعل زر الجرس طبعا، وتدوس على زرار اللايك، وتكتب لنا كومنت لطيف كده تقول لنا ايه رأيك في الفيديو بعد ما تسمعه للآخر، وان شاء الله هيعجبك. في البداية كده هنقول ان كل حاجة ليها مزايا وليها عيوب، وبما ان احنا بنتكلم عن السور فتعالوا نبتدي بالمزايا الاول. هتلاحظ ان السور يمكن واحد من اهم الدفاعات اللي هتلاقيها في لعبة كلاش اوف كلانس، ده طبعا لو ما كانش هو الاهم اصلا. ليه بقى؟ عشان السور بيعطل العديد من القوات، عشان بيتميز بقوة تحمله العالية، وبالتالي هتلاقيه بيسمح للدفاعات الاخرى انها تدمر الجيش اللي بيهجم عليك في الوقت اللي الجنود بتاع الجيش اللي قصادك بتدمر فيه او بيكسروا فيه السور. برضو السور ممكن يخلي جيش الخصم يلتف حوالين القرية بتاعتك، وطبعا يتجاهل قاعة المدينة بتاعتك، وده طبعا بيتوقف على تصميمك انت للقرية. وبكده ممكن يحصل خصمك بالكتير قوي على نجمة واحدة او نجمتين، وما يقدرش يمسح التصميم كله. والدليل على كده لو حضرتك بتتابع هجمات المحترفين في اللعبة زي المسابقات اللي بتعملها كلاش اوف كلانس كل سنة على مليون دولار، هتلاقي ان هما ما بيعتمدوش على السور كوسيلة اساسية، لكن هتلاحظ انهم بيستخدموه على هيئة ممرات علشان يحاول يمنع خصمه بس ان هو يحصل على الثلاث نجوم. في منهم اللي بينجح ان هو يمنع خصمه ان هو يحصل على الثلاث نجوم، وفي منهم اللي ما بيقدرش. وبكده نكون خلصنا المزايا بتاعت السور. تعالوا بقى نشوف العيوب اللي ممكن تبقى موجودة فيه. المقصود بكلمة عيب هنا انه مش عيب في تصميم اللعبة، لا طبعا. مين انا علشان اقول على لعبة زي كلاش اوف كلانس ان في خطأ في تصميمها؟ وانما المقصود بالعيب هنا ان السور من السهل انك تدمره باستخدام مفجر جدران، سواء كان عادي ذو مستوى عالي او مفجر سور خارق. مهما كانت قوة السور ده طبعا ما بتقفش قدام واحد من مفجرين الاسوار الخارقين. تقدر برضو باستخدام آلة حصار، خصوصا قاذفة الجذوع أو مدمرة الجدران، إنك تعمل طريق من خلال السور تمر من خلال قوتك لمنتصف التصميم بكل سهولة، وبالتالي تقدر تمسح نسبة كبيرة من التصميم. هتلاحظ كمان إن السور ملوش أي لازمة لو واحد بيهجم عليك بهجمة جوية، وبالتالي هو مش هيأثر عليه وجود السور بتاعك أو عدمه، غير بس في طريق الملوك عشان يخليها تفوت لمنتصف التصميم ويقدر يمسح بكل سهولة. برضو هتلاقي ان في اللعبة في تعويذة القفز من فوق السور، واللي برضو بتخلي السور بدون اي قيمة لانها بتسمح بعبور الجنود من فوقيه. وغير كده تأثير تعويذة القفز بيستمر لفترة طويلة جدا معاك مع خصمك في الهجمة، فممكن بكل سهولة ان هو يمسحك بكل سهولة. بعد كل اللي انا قلته ده هتلاقي ان مش مهم ابدا انك ترقي السور في بداية الانتقال، ده طبعا ما بيقللش من اهمية السور، وان الاحسن تخليه للاخر وتدي الاولوية للدفاعات بتاعتك والمعسكرات والجيش في البداية، خصوصا ان الموارد اللي بتتصرف على السور مش قليلة، بتكون كتير، فحرام عليك انك ما تستغلهاش صح وتصرفها على السور. طيب، ان شاء الله هنتكلم عن اهم التطويرات اللي ممكن تعملها وايه اسرع طريقة تقدر تمكس قريتك للمكس بكل احترافية. بس للأسف الكلام ده هيخص بالتحديد التاون هول 11، لأن أنا طبعا زي ما انتوا عارفين تاون هول 11، وما عنديش حاليا أي تاون تانية أقدر أقول لكم إزاي نتعامل فيها بطريقة ذكية تقدر توصلك للماكس بسرعة. وفي آخر الفيديو أحب أشكرك لو أنت تابعت معايا الفيديو لحد هنا، وكمان ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وترزع اللايك الجميل وتكتب لنا أحلى كومنت تشجعني فيه علشان أعمل فيديوز تانية، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.